حصلها. السلام عليكم، كيف الحال؟ عساك عاد نصور؟ ما تحب التصوير؟ كل شيء زي ما هو؟ كل شيء الله يجزاك خير. الله يجزاك خير، شكرا لك. هذا ضيف. هذه المحفظة؟ فلوسها هذا كاملة. هذا المبلغ كان في المحفظة. ايوه. وانت شفته؟ هذا وحافظت عليه؟ وعدت عليه وعلمت في السوق وسجلت رقمه. وعديته كم المبلغ؟ معدود. كم؟ يعني هذا حدود 6900 طيب ريال. والله العظيم من 6000 هذه انها ما ترجع، انها لك. حلفت بالله، حلفت بالله، انتهى. هذه لك، انتهى. لأمانتك ولصدقك. رزق من ربك. انت هذا مبلغ مغري، مو شيء شخص ممكن. نشر رقمه في السوق. والله سجلت رقمي. مين اللي حصل هي شنطة؟ انت اللي حصلتها. انتم اخوان. خلاص هذا المبلغ عاد لكم بينكم، لانه والله بيض الله وجيكم نشروا رقمهم في السوق كامل وقالوا نبغى صاحب الشنطة. شوفوا رغم ان المبلغ موجود قدامكم لكن ما بقينا ولا مساعد. وزع رقمه في صلاة الجمعة. والله في صلاة الجمعة. بالله عليك. قسم بالله. بيض الله وجهك. يا اخي وين يروح الواحد من الدنيا دي؟ عندك فلوس وسخ الدنيا، اهم حاجة الأمانة. الخطوة يخطب على الأمانة. يا سلام. ليس لك الجفالي؟ حبيبي هذا الأمانة. رفض. لا ما اعطاني لين عدى الفلوس. عديت الفلوس سجلتها أنا. سجلها في ورقه. سجلتها في الورقة. بيض الله وجهكم. بيض الله وجهكم. فعلا يا خالد الخطبة اليوم سلت في الجفالي، فعلا الأمانة اليوم. يا الله يا الله، عن الأمانة الخطبة. أكيد يا أخي. وين بتوصلني يا أخي؟ لما أخذها بيض الله وجهكم، الله يكثر من أمثالكم، واللي مثلكم يستاهل كل خير. أبو ربيع ما قصر، أهل جازان كلهم ما شاء الله معانا ما شاء الله أول بأول. والله العظيم ما خلونا، وحتى الشيخ ذا بيض الله وجههم. بيض الله وجههم، بيض الله وجههم جميعا. وائل حبيبنا لا أشغلنا. هذه الورقة اللي سجلها صاحب البنشر اليمني. شوفوا 7900 و2450 و20 ريال صرف. سجل كل شيء، كاتب عليها أمانة وحط رقمه، كتب اللي يعرف شيء عنها يتصل عليها. بصراحة موقف يعني موقف جميل جدا جدا جميل. كل شيء في مكانه. شوفوا 20 ريال الصرف، هذه هي 2400 هنا داخل المحفظة، وال7900 اللي كانت موجودة هنا وعطيناها. هذه الشنطة من طرفها شوفوا نظارتي موجودة في مكانها، وهنا أوراق لي موجودة، بطايق الشخصية والبطايق البنكية هنا. شوفوا الرخصة والاستمارة والبطايق البنكية موجودة هنا. وأجمل شيء أننا رجعنا بشنطتنا. بصراحة سعادتي لا توصف من رجعت بهالشنطة الجميلة. اللهم لك الحمد. شكرا لأهل جازان وأهل بيت وأهل ضمر وأهل المحلة. شكرا من قلبي.